ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. قبل ما تبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حبايب قلبي طلاب الصف الثالث الاعدادي، يا رب تكونوا بخير. بصوا بجد الدفعه الاقرب الى قلبي، بجد بحبكم جدا. النهارده ان شاء الله جايين علشان خاطر نشرح شابتر 4 مع بعض في القصه، وخلاص الاحداث والايام بتجري وهتلاقينا دخلنا على شابتر 6. يلا بينا مراجعات، يلا بينا اولى ثانوي. تقريبا حاسه ان كل مره بقول المقدمه دي، معلش خلاص الايام بتجري والله فعلا بسرعه. ولكن قبل ما نبتدي ما تنساش لايك، كومنت حلو كده، بجد بقرا الكومنتس كلها حتى لو كان فيها نصائح، بجد النصائح على قلبي زي العسل. بحبكم يا جماعه كلكم. وايه تاني يا ربي؟ وتعمل شير بقى لاصحابك اللي شايفين ان القصه صعبه واللي شايفين ان المنهج رخم. قولوا انتوا اتفرجتوا على الفيديو بتاعت ميس اميره، وعايزاكم تهنوني ان احنا كملنا 19K على القناه، 19000 متابع على القناه. بجد انا في غايه الفرح. هم 19000، هي مشاهدة ما بتبقاش ياما، بس في ناس كتير موجوده على القناه، فانا بجد يعني فرحانه. ما تنساش بقى تبارك لي، تقول لي الف مبروك. بس كده وانا نخش في المنهج. بص يا حبيب قلبي، احنا النهارده هنتكلم على شابتر 4. اخر حاجه توقفنا لها هي كانت ايه؟ كانت ان استاذ ارونكس وبرده نيدلاند بيحاول يحرر نفسه بس مش عارف، وهكذا. هتبدا احداث الفصل معانا بان هم بيواجههم كتير من الصعوبات، ومش حاجه بس صعبه واحده، ده حاجات كتيره موجوده في البحر. البحر مخبي كتير، وكل مره بيقابلهم مشكله. قال لك من ضمن المعارك اللي دخلوها كلهم ان كان مره وهم راكبين السبمارين اذ يفاجأ بان يهجم عليهم سكواد، يهجم عليهم حبار، ومش حبار عادي، ده جاينت سكواد، ده حبار عملاق يهجم على السفينه بتاعتهم. هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ قال لك ولكن نيمو اللهم بارك طبعا كان قوي، حاول ان هو يتصدى للموضوع، كانش وقف بشجاعه، وارونكس ونيدلاند كلهم وقفوا بشجاعه. ولكن قال لك اول ما شافوه اللي طلع الاكسل في سنه، واللي طلع الهيربور اللي هو الرمح، كل واحد الهيربون، كل واحد طلع حاجه. ولكن مين اللي انقذهم؟ اللي انقذهم هو استاذ نيدلاند. تخيل نيدلاند اللي كان عايز اصلا يجري هو اللي انقذهم. قال لك ما كانش بيخاف وكان شجاع، اشجع منهم كلهم. وقف بكل بساطه وقدر ان هو يتغلب على السكواد وقتله. الف مبروك. طب ده كده شكل من اشكال المخاطر. في كمان مخاطر تانية، ايوه، وهم ماشيين بالسب مارين اذ نفاجئ ان هم كان في قطعه من التلج كانوا موجودين في المنطقه الجنوبيه اللي هي الساوث بول. اذ نفاجئ ان هم دخلوا في المنطقه الجنوبيه بالغواصه وعلقوا فيها وما كانوش عارفين اصلا يطلعوا منها. فطب ميس اميره، طب هيعملوا ايه والغواصه هتقدر ان هي تطلع؟ ما هي المفروض ان الغواصه تطلع على الاقل يكون في مكان الاكسجين، هم موجودين كده في الاعماق. طب هنعمل ايه؟ قال لك بدا الاكسجين يقل ده لو قل اكتر من كده هيموتوا. طب هنعمل ايه؟ قال لك نيمو كان قوي وقدر ان هو يطلع من قطعه الايس دي ويطلع على السطح، والحمد لله يرجع لهم الاكسجين تاني. دي كان حاجه تانية. الحاجه الثالثه ودي الخطيره شويه او الرخمه شويه من وجهه نظري، ان كان في سفينه حربيه ماشيه في البحر. نيمو يسيبها في حالها؟ هو ماشي في حاله وهم في حالهم. قال لك لا، يعمل ايه استاذ نيمو العسل القمر دوت؟ يروح عند السفينه الحربيه وحالف بالله اللي هدمرك، ان مش هسيبك تعدي في البحر، وكأن البحر مملكه ليه، محدش هيقدر ان هو يهوبها، انا هشوف اي حد معدي هدمره من الاخر يعني. فهيوجه يعني هيبدا ان هو يهجم على المركبه او السفينه الحربيه وهيدمرها وهيغرقها. يعني هو مش هيدمرها بس لا، هيغرقها وهيغرق اهلها، هيخليهم كلهم يموتوا. طبعا ارونكس بقى قاعد في ذهول، اللي هو انت مالك عنيف كده ليه؟ انت ماشي قائد شاطر شجاع في حاجات كتيره جدا، الحركه اللي انت عملتها معاهم بتدل على الشجاعه، بس انت ليه فايلنت كده؟ انت ليه عنيف كده؟ ليه عملت معاهم كده؟ ما عملكش حاجه. هو روح الناس كده عندك بسهوله؟ انت عندك لا مبالاه حتى ان انت تقتل البشر. هو طبعا في تساؤلات كتير. هو ما دام هو عنيف ليه ساب الثلاثه معاه؟ يعني ليه سابهم معاه الكرو ده الطاقم ده؟ ليه هم دول اللي اختار ان هم يكونوا معاه؟ ما كان سابهم يموتوا زي ما هو قتل الناس اللي ماشيه كده في البحر، ايه المشكله يعني؟ هو بقى ايه؟ الله اعلم هو سابهم ليه. المهم يا جماعه هنيجي للنهايه بقى، ان راي كل واحد في الحوار. بالنسبه لارونكس كان شايف ان البحر هو عباره عن مدرسه ليه مليئه بالاعجوبات، وهو كل يوم بيتعلم عنها حاجه. بالنسبه لاستاذ نيدلاند هي بالنسبه له برضو بريزن، هو عايز يخلص منه ويطلع منه ولكن مش عارف يتصرف ازاي. بالنسبه لنيمو هو قائد وشايف ان البحر ده بتاعه بس مش بتاع اي حد تاني. في الفصل ده احنا ما اتكلمناش عن كونسل خالص، ما جبناش اي سيره عنه، ولكن احنا كده المفروض ان ارونكس هيبدا ان هو يكون
يعني معجب بشخصيته جدا، ولكن في نفس الوقت هو خايف منه. انت غدرت بالناس اللي على البحر ما عملكش حاجه، طب احنا ممكن تعمل فينا ايه؟ انت سايبنا ليه معاك؟ بهدف ايه؟ فما كانش عارف، فقال لك على الرغم ان انا معجب ولكني برضو لازلت خائف منه. وبس كده تنتهي احداث الفصل معانا، وان شاء الله في شابتر 5 اللي هو خلاص احنا بنفنش القصه خلاص، هنقدر ان احنا نعرف هما هيعملوا ايه معاه، او نيد لاند هيهرب ولا لا، او نيمو ممكن يغدر بيهم يديهم مثلا اسماك القرش تاكلهم ونشوف دمهم ولا ايه، مش عارفين. يعني انا بقيت عنيفه شبهه بجد، مش عارفه. فبس كده يا جماعه، هنعمل ايه دلوقتي؟ نبدا ان احنا نقرا التكست مع بعض، علشان خاطر لو في اي حاجه سبتها اقدر ان انا المها من قراءه التكست. لو لسه ما كنتش عاملي لايك انزل اعملي لايك قبل ما نقرا التكست. يلا بينا. طيب يا شباب، بعد الحمد لله ما عرفنا التفاصيل بتاعه الاحداث، نبدا ان احنا نقرا مع بعض الكلمات ونقرا مع بعض الايه التكست. سمي الله وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عندك كلمه اكس يعني فاس، بس انا محتاجه اكبره شويه، لان انا اكتشفت ان انت بتبقى شايف من على بعد ما تبقاش حلوه يعني، فاهم؟ اكس يعني فاس. كلمه desperate بمعنى يائس او ميؤوس منه. عندك بعد كده جوينت يعني عملاق. هيربون اللي هو الرمح بتاع الصيد الحيتان اللي بنصطاد بيه الحيتان. indifference معناها لا مبالاة. باسنجر معناها راكب او المسافر. سكويد اللي هو الحبار. ترابد اللي هو معناه محبوس او محتجز، عالق يعني مش عارف يخرج. عندك بعد كده كلمة battlefield. يعني ايه battlefield؟ اللي هي ساحة المعركة. break down يعني عطلة او تتعطل. depths يعني العمق. effort معناها مجهود او جهد. fear يعني خاف او الخوف. fearless معناها شجاع ما بيخافش، يعني كأن less دي هي less جابت عكسها. key factor معناها عامل اساسي. mercy معناها الرحمة او الشفقة. octopus اللي هو الاخطبوط. بعد كده عندك كلمة prison اللي هو يعني ايه prison؟ السجن. react يعني يتفاعل. remain يعني يبقى او يظل. risk يعني خطر. struggle يعني بيكافح او يناضل، وممكن تبقى معناها كفاح، يعني تمشي كفيرب او كنون الاثنين. عندك successfully. بص بقى اسمها successful، ده معناه ايه؟ ناجح. طب لو عايزه احط لها ly يبقى معناها بنجاح، يبقى اسمها successfully. the south pole معناها القطب الجنوبي. tension يعني توتر او القلق. threat اللي هو التهديد. بعد كده break a path to the surface معناها بيفتح طريق للسطح. escape the danger معناها بيهرب من الخطر. fight off يعني بيقاوم او يتغلب على حاجة. force its way free يعني بيحرر نفسه بالقوة. loss of life معناها خسارة في الأرواح. on deck معناها على المتن بتاع السفينة، على السفينة يعني. run low معناها بيتضاءل، الحاجة دي بتضعف بتقل. tension grow معناها بتزداد التوتر. بعد كده تعالى نشوف التكست. بيقول لك الشابتر 4 بعنوان battles and dangers، بيقول لك المعارك والمخاطر. واحده واحده بقى، نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. نكبر لك كده حبيب قلبي عشان تشوف. بيقول لك life on Nautilus الحياة كانت على Nautilus wasn't without risk، ما كانتش بدون مخاطر، يعني ما كانت بمخاطر. قال لك once ذات مرة the submarine الغواصة دي was attacked by a giant squid. قال لك ان هي تم الهجوم عليها عن طريق حبار هجم عليها. بعد كده بيقول لك in a desperate struggle في كفاح يائس on deck على السفينة نيمو and his crew هو والطاقم بتاعه نيمو fought bravely كانوا بيقاتلوا فيها بكل شجاعة with axes والهيربونز معاهم الفاس بتاعهم ومعاهم الرمح وكل حاجة بيحاربوا بيها. نيد لاند بقى fearless as always، بيقول لك ان نيد لاند ما كانش خايف، كان معتاد، هو دايما اللهم بارك عليه. killed the monster اصلا هو اللي قتل الوحش، only by great effort did they escape the danger. قال لك طبعا بمجهود كبير جدا قدروا ان الخطر بعد كده يقدر ايه يعني يبعدوا الخطر ده كله عنهم. طيب بعد كده قال لك another time في مرة تانية بقى السبمارين became trapped beneath thick ice at the south pole. قال لك دي كده ايه، احنا بنقول كل المخاطر اللي بتحصل. بيقول لك مرة تانية بقى الغواصة ديت اتحشرت كده تحت قطعة من التلج الثمينة موجودة في القطب الجنوبي with oxygen running low. قال لك والاكسجين بتاعهم كان يعني الاكسجين موجود معاهم بدأ ان هو يقل. قال لك طبعا الكرو worked hard to break a path to the surface، حاولوا ان هم يخرقوا كده ممر عشان يطلعوا على السطح. at the last moment في اخر بقى خلاص لحظه Nautilus forced its way free، قدرت ان هي تحرر نفسها وتطلع. and the men praised the fresh air again، قدروا ان هم يطلعوا من قطعه الثلج اللي كانوا فيها، والناس دي قدروا يتنفسوا هواء نقي تاني.
قال لك when warships لما السفن الحربيه بقى appeared ظهرت على سيرفيس على السطح، نيمو attacked them بدأ ان هو يهاجمهم without mercy بدون اي رحمه ولا شفقه. sending them هيبعتهم to the depths يعني هيخليهم ايه يموتوا، هيموتهم يعني ويخلي السفن تنزل للاعماق. through such dangers خلال كل المخاطر دي الباسنجرز اللي هم ركاب learned more about Nemo's character لما شافوه كده بالعنف ده قدروا يتعلموا حاجات عن شخصيته عرفوها. he showed calm courage يعني هو بيبين لهم شجاعة هادية and remarkable leadership وقيادة رائعة منه yet also a cold indifference to human life. قال لك وبيبين كمان لا مبالاة باردة كده، عارف انت شخص بارد مش همك حياة البشر، موت قيادة حربية او موت سفن حربية عليها ناس وغرقتها وما همكش ان في حياة بشر جواها، قلبك لا مبالاة لا مبالاة يعني. يبقى تاني احنا اتكلمنا كده على كم انواع من الخطر قابلتهم. اول نوع من الخطر ان هم كان في سكواد كان بيقابلهم. الحاجه الثانيه ان الغواصه بتاعتهم خبطت في حاجه ثلجيه او في قطعه ثلج وما كانوش عارفين يتنفسوا وخلاص، بس نوتلس كانت قويه وقدروا ان هم يطلعوا بيها على السطح ويتنفسوا تاني. تمام. الحاجه الثالثه ان قابلتهم سفينه حربيه وهم ماشيين كان ماشيه في امان الله، قاموا نيمو ما سكتش راح ايه موتها خالص هي واللي عليها. طب ارونكس بقى بدا طب هم رأي فعلهم ايه؟ كل واحد فيهم لما شاف اللي بيحصل والسفينه الحربيه اتدمرت ايه اللي حصل؟ قال لك ارونكس began to admire نيمو، بدا يعجب بنيمو، ولكن at the same time في نفس الوقت fear him، بدا يخاف منه، اللي هو انت بايع اي حد، انت ممكن تغدر بينا في اي لحظه. ايه the ocean المحيط so beautiful، قال لك على الرغم ان هو جميل was also full of threats، على الرغم من كده هو مليان برضو بالتهديدات اللي بتواجههم and dangers والمخاطر. اللي بالنسبه لارونكس it was a school of wonder، كان بالنسبه له هي مدرسه من الاعجوبات فعلا اللي كان عمال كل مره بيكتشف فيها حاجه. فور نيمو بالنسبه لنيمو it was a battlefield، كان بالنسبه له معركه، صحه معارك، اي انسان بشري يلا بينا نقتله، ده سبحان ما هو اصلا ايه مخليهم معاه. قال لك بالنسبه لنيد لاند بقى it remained a prison، برضه لسه ما زالت سجن بالنسبه له. التنشن among them grow as the voyage قال لك ان التوتر ما بينهم عمال يزداد كل ما الرحله بتاعتهم بتكمل وتستمر. وبكده نتوقف عن الاحداث، وان شاء الله بقى المره الجايه تعرف هل يا ترى نيد لاند بقى، ما احنا كده شابتر 4 يعني المفروض شابتر 5 يبدا يتحرك نيد لاند لو عايز يهرب يعني عشان نخلص، لان احنا كده ايه مش عارفه هو هيهرب امتى الصراحه، على شابتر كام ناوي يورينا جماله. طيب قال لك وات انيمال اتاكد ذا نوتلس، ايه هو الحيوان؟ طبعا احنا قلنا السكواد اللي هو ايه الحبار، جاينت سكواد يعني مش حبار عادي لا ده عملاق. طب هو كيلد مين اللي قتله؟ الشخص الشجاع اللي ما عندوش قلب اللي ما بيخافش من حاجه هو نيد لاند. طب where did Nautilus get trapped under ice؟ هي حصل لها كده علقت فين؟ فضلت محبوسه فين؟ احنا قلنا في الساوث بول في القطب الشمالي. طب why was the crew in danger under the ice؟ هم ليه كانوا في خطر تحت الجليد؟ قال لك لان الاكسجين كان running low يعني كان خلاص هينفذ او كان هيقل. طب what did Nemo do when he saw warship؟ عمل ايه نيمو لما شاف بقى سفينه حربيه؟ طبعا هو attacked هجم على الورشيب and sank them وخلاهم ايه يغرقوا. طب دي بقى critical thinking، قلنا دي اسئله مش موجوده بس احنا ايه بنحاول نطلع لها احنا ايه من دماغنا يعني ليه حصل كده. طب واي دو ثينك تعتقد ايه ان نيد لاند سو ذا اوشن از بريزون؟ ليه تعتقد كان شايف نيد لاند ان كان شايف المحيط كان حاجه بالنسبه له وحشه او كانه سجن؟ قال لك لان هو حاسس ان هو trapped on the nautilus، هو حاسس ان هو يعني محبوس جواها، unable to return مش قادر يرجع لللاند and his freedom والحريه بتاعته. طب ازاي نيمو شو بوز courage and cruelty؟ هو ازاي نيمو بين الاثنين، بين الشجاعه وفي نفس الوقت نيمو بين القسوه. طبعا احنا واضح قوي يعني الحاجات اللي عملها وفي نفس الوقت القسوه اللي هو عملها بان هو قتل السفينه الحربيه يعني. فاقول هيز بريف كانت في الباتلز في المعارك اللي هو خاضها وقدر ينجو منها، ولكن didn't care ما اهتمش بالانمي سيلرز لايفز بحياه ايه الناس البحارين الاعداء بالنسبه له هو ما كانش يعني هم ما كانوش عندهم مشكله معاه، بس هو كان بالنسبه له ايه كان شايف ان دول اعداء ولازم يموتوا. قال لك why might Aronnax feel both admiration and fear toward Nemo؟ هو ليه حس Aronnax بالاعجاب والخوف منه؟ لان نيمو سمارت ذكي وفي نفس الوقت بريف قوي وشجاع، ولكن هو برضو cold and violent، هو برضو بارد وviolent عنيف. بعد كده بقول لك ان what does the ocean mean to each character؟ كل شخصيه الاوشن بالنسبه لهم ايه؟ بالنسبه لارونكس هو سكول هو مدرسه، بالنسبه لنيمو هو باتل فيلد معركه او ساحه قتال، بالنسبه لنيد لاند هو بريزون. طيب دو يو ثينك تعتقد ان نيمو هو الهيرو او الفيليان يعني هو البطل ولا هو الشرير؟ وليه؟ قال لك انا اعتقد ان هو هيرو طبعا نيمو، لان because he helps لان هو ساعد الكرو الطاقم ده and he can be a villain because he hurts others without mercy. بيقول لك هو ممكن يكون كده ممكن يكون كده، هو ممكن يكون فعلا
شرير لان هو حطم الورشيب وقتل الناس وخلاهم يغرقوا، وفي نفس الوقت هو ممكن يكون طيب لان هو نقذ الطاقم دوت وما خلاهوش يموت وخلاه معاه في السفينه ودخل معارك، فهو ممكن يبقى شخصيه كويسه. محدش فاهم حاجه، هو مش، احنا مش عارفين هو ايه. احنا كده تقريبا خلصنا الاسئله. وده بقى انت هتحله مع بعض. وبالنسبه لطلابنا حبايبنا اللي بيحضروا معانا سواء على المنصه او بيحضروا معانا بيحضروا معانا في الحصص بامر الله، ده كده كده بنحله مع بعض. فبس كده ان شاء الله بقى المره الجايه او في الشابتر اللي بعد كده هنعرف كل شخصيه فيهم ممكن تعمل ايه. هل يا ترى ممكن يغدر عليهم استاذ نيمو عبد ربه دوت؟ مش عارفين لسه اللي هيحصل ايه. ولكن قبل ما ننهي الفيديو اقول لك باي باي. ما تنساش تنزل تعملي لايك لو ما كنتش عامل، لان الفيديو بيجيب مشاهدات ولكن ما بيجيبش لايكس. بجد انا متاثره واصلا عادي. وتعمل بقى شير للفيديو وتقول مين اللي قال انجلش وحش، ما زي الفل اهو. بعدين في حاجه بقى، انا منزله لكم بجد مراجعات على كل وحده. المراجعات دي حلوه جدا جدا جدا، مش مراجعات اخر الترم، ولكن لو انت ممكن مثلا بتاخد درس مع مستر تاني، او لو انت مثلا ما بتاخدش دروس اصلا، بجد دوت هيفيدك جدا. انا بشرح الجرامر بتاع الوحده، تخيل كامله بشرحه بالكامل واحل عليه واقول لك يلا بينا نحل بقى على باقي الحاجات بقى، سواء كان دايلوج ريد اند كومبليت، بقول لك يلا بينا نحل على الكلمات واللي جايبه لك فيها حوالي 90 كلمه، 90 سؤال كلمات. 90 ده مثلا رايحين نحارب اميس ولا ايه؟ لا والله، بس انا عارفه ان في طلبه كتير بيبقى عندها مشكله ان انا بحفظ كلمات بس بنساها. طب احنا نحل المشكله دي ازاي؟ فطلع احل معاك اسئله على الكلمات. فبجد اللي ما بيتفرجش على الفيديوز دول، منزله يونت 7 8 9 ولسه هنزل باقي بامر الله. بجد انت فايتك كتير قوي قوي قوي. فبس كده، بتمنى تكون استفدت. ربنا معاك يا رب يوفقك. اما تقلقوش، هبقى اعمل لكم ورش مراجعه على ال3 يونتس برده 3 وحدات، وهبقى قدام برده هتلاقيني بنزل لك مراجعات على القصه واظبطك لا تقلق، كله تحت السيطره بامر الله. فما تستخسرش فيا بقى اللايك وتكتب لي كومنت حلو. عامه كل الكومنتس اللي بتكتبوها في قلبي، وبشوف كل الكومنتس سواء كانت ايجابيه او سلبيه. ما بلاقيش حاجه سلبيه، بس بلاقي شويه نصائح. فان شاء الله ربنا يهدينا كلنا، وبحبكم. ربنا معاكم يا رب. وبس كده، باي.